جيفري اي فولر كاتب عمود تكنولوجي في واشنطن بوست، عمل تقرير عن استخدام التين ايجرز للانستجرام، وان الانستجرام وعدت ان هي هتقلل الكونتنت الهارمفul اللي هو السيء اللي بيتعرض للولاد في الريلز. فالحقيقه هو كأب عمل اكونت فيك على ان هو ولد عنده 16 سنة، وكمان في كذا منظمة يعني غير ربحية عملت التجربة دي. وللأسف الحاجات اللي طلعت لهم زي ما انتم شايفين كده، هم كاتبين في حاجات مش قادرة أقولها أصلا، يعني حاجات بقى إباحية، حاجات نفسية سيئة جدا وتوجهات نفسية سيئة جدا، مخدرات، ازاي واحد ان هو عمل ريكفر من كتر شرب الخمرة، وحاجات في منتهى السوء جدا. كل الحاجات دي كانت طالعة للولاد في الالجوريزم، يعني هم لوحدها كانت من الاقتراحات ان هم الولاد يشوفوها، مع ان هم لسه عاملين اكونتس جديده. وكمان عملوا تجربه تانية بان هم عملوا اكونت بنت، برضو طلعت لها حاجات عن المخدرات وحاجات برضو اباحيه، وطلع لها كمان حاجات وتوجهات ان هي ازاي ما تاكلش علشان خاطر تبقى ارفع وخاطر تبقى احلى ويبقى جسمها احلى في اللبس، وبرده بتوجهات سيئه جدا. ده غير طبعا الافكار الموجوده عن الكراهيه والانتحار. بنيجي ان احنا نخلي بالنا اكتر من ولادنا، نخلي بالنا اكتر من المحتوى اللي هم بيتفرجوا عليه، نبقى عارفين هم بيتفرجوا على ايه. يا ريت نقدر ان احنا نقلل الوقت اللي على السكرينز، ان ما كانش نقدر ان احنا كمان نمنع خالص السوشيال ميديا لحد سن معين. المشكله فعلا بجد كبيره، ومحتاجين ان احنا كلنا نحط ايدنا في ايد بعض عشان نمنع الخطر ده عن ولادنا، لان من الاخر انت اللي مسؤول، هم مش مسؤولين وشايلين ايدهم من الموضوع خالص. وده موجود كمان في التقرير.